أهلا بحضراتكم. انتظر المصريون، ملايين المصريون بالأمس خطاب الرئيس مرسي، والكل يحدوه الأمل أن يحل هذا الخطاب كل اللوغاريتمات السياسية والشعبية الموجودة على الأرض. بعد انتهاء الخطاب اللي خد حوالي ساعتين وشوية وطال بنا الليل حتى انتظاره، وبدأت بعد ذلك الفضائيات بعديد من المحللين والسياسيين والمهتمين بالأمر في توضيح الأمور، النتيجة ازدياد في الانقسام على أرض الواقع ما بين الشعب المصري، ما بين كل الأطراف. لكن في الآخر كل طرف من الأطراف بات يتخذ من الخطاب قوة لتأييد موقفه، سند لإثبات رأيه، وكل فريق استخدم خطاب الرئيس ليؤكد صحة موقفه. علشان نعرف التباين اللي حصل في تحليل هذا الخطاب، معنا في الاستوديو الأستاذ ناجي الشهابي، عضو مجلس الشورى ورئيس حزب الجيل. أهلا وسهلا بيك أستاذ ناجي. أهلا بيك فندم. كمان هيكون معانا مجموعة من الاتصالات الهاتفية من كافة الأطراف السياسية، سواء من الأطراف منحدرة تجاه الإسلام السياسي أو الاتجاه الليبرالي بكل الأحزاب اللي موجودة. معنا كمان اتصالات من المشاهدين، هيفتح فقرة لاستقبال آراء حضراتكم. نتمنى إن شاء الله أن احنا نخرج بجملة مفيدة من خلال هذا اللقاء تفيد ماذا فعل هذا الخطاب بالمصريين. أستاذ ناجي أهلا وسهلا بحضرتك. استمعت الخطاب كاملا ولا الحظ؟ أنا زي كل المصريين كان هناك آمال كبار معلقة على خطاب الرئيس. الكل قبل الخطاب كنت مستني إيه؟ لا، أنا كنت مستني كلام محدد أنا قلته في مجلس الشورى. كنت مستني أن الرئيس البداية اللي بدأها يعمقها، أن هو اعترف أنه له أخطاء. كنت أنا عايزه أن هذه الأخطاء يعددها ويحددها أنها بدأت من الإعلان الدستوري اللي ما كانش الرئيس له حق اصداره، وده اللي قسم الوطن وجعل النخبه السياسيه اللي توقفت مع الرئيس في انتخابات الاعاده تبتعد عنهم. طب لما الرئيس مرسي اتكلم في بدايه الخطاب عن وجود اخطاء وان الاخطاء دي هتتصلح، يعني الامل ما زادش عندك مع بدايه الخطاب؟ الامل زاد، ولكن سرعان ما بعد يعني فتره وجيزه اللي بتتعدى ربع ساعه تلاشى الامل، وحسست ان هذا الخطاب سوف يكون بمثابه سكب الزيت على النار. ايه بالتحديد اللي ادالك هذا الاحساس؟ بس انا عايز اقول لك اللي انا قلته ايه في مجلس الشورى اول امبارح في كلمتي في ده كان قبل خطاب الرئيس. قلت ان انا منتظر من الرئيس ان هو ينهي الاحتقان السياسي وينهي الازمه السياسيه على خير، وانا منتظر ان هو يعرض نفسه على الشعب مره اخرى ومن خلال استفتاء الشعب على انتخابات رئاسيه جديده. وقلت ده ممكن تبقى الحل الوسط اللي يرضي الكل ويرضي الشعب الغاضب اللي ينزل يوم 30/6. قلت هذا الكلام في المجلس، وطبعا زملائي من اعضاء الحريه والعداله هاجوا وماجوا عليا، ولكن انا كنت بقول دايما كلمه الحق التي اعتقد انها صحيحه، وما كانش اللي ربنا يحاسبك عليها على الاقل. يعني هو ربنا بيحاسبنا على ارائنا. قعدت انا منتظر ان الرئيس يقول هذا الكلام، لان لو كان قال هذا الكلام كانت 30/6 كانت هتبقى فسها الرئيس. طيب قبل ما نبدا يعني تحليل منطقي لخطاب الرئيس، انا حضرتك رجل سياسه ورجل رئيس حزب حضرتك فين بالظبط؟ هل هو مع طرف من الاطراف المتنازعه سواء جبهه الانقاذ باحزابها او مع التيار الاسلامي باحزابه، ولا انت في منطقه الوسط اللي بتحاول ترى الموضوع بميزان مختلف شويه عن الطرفين؟ يعني بدايه انا عايز اقول لك ان جبهه الانقاذ تمثل نفسها ولا تمثل الاحزاب المصريه. احنا في مجلس الشورى عملنا حاجه اوسع، عملنا التيار المدني. التيار المدني ده فيه احزاب في جبهه الانقاذ، بس ده كاعضاء واحزاب من غير جبهه الانقاذ، وله موقف واضح ومحدد. التيار المدني له موقف في مواجهه محاولات العبث في قانون السلطه القضائيه من خلال مشروعات مقدمها البعض، كان لنا موقف فيها. كان لنا موقف في موضوع سد النهضه واحتمال ان مصر يبقى فيها النيل اللي يصل اليها. عملنا مواقف كثيره في مواقف في اوضاع مختلفه في مجلس الشورى. احنا طبعا من الناس اللي هينزلوا يوم 30/6، ولكن نزلنا من خلال سلميه المظاهرات. يعني احنا ودينا نداء من خلالك بوجهه لكل المصريين اللي هينزلوا: الحفاظ على الممتلكات العامه والخاصه واجب على كل وطني. لان دي في النهايه ده نداء حتى الحكومه نفسها يعني ندهت بيه ان يعني انزلوا سلميا لكن نحافظ على ممتلكاتنا، وما يعني وتمنيات بقى لا يصاب اي حد باذى. لكن اللي حصل امبارح في المنصوره بيقول عكس كده. للاسف دم المصري على المصري حرام،
شعار كنا عايزين نرفعه ولكنه تلاشى بالامس. حوالي 3 شهداء من الاطراف المختلفه مع حوالي 280 مصاب. اعتقد خبر ادمى كل المصريين. احنا نازلين كتيار مدني باحزابنا المختلفه اللي هي ممكن تصل حوالي 13 حزب سياسي، منهم احزاب جبهه الانقاذ في داخل التيار المدني. عايزين نقول للنازلين احنا هذا التظاهر هو حق لنا. الدستور سنه 12 ودستور 71 كفلوا لنا. اكدته ثوره 25 يناير، اكده كل مواثيق حقوق الانسان. وبس المظاهرات كما نراها وكما تعلمناها وشاهدناها في كل الدول الكبرى وتعلمناها من ثوره المصريين هنا انها تبقى مظاهرات سلميه. طيب من وجهه نظر حضرتك اللي احنا بنحترمها، هل ترى ان نزول الاحزاب السياسيه الى ميدان التحرير والوقوف مع المصريين هو امر ضروري في هذه المرحله، ام ان المصريين يقفوا بلا اتجاهات سياسيه هو الافضل؟ لا، هو طبعا ده شأن سياسي، والشأن السياسي اللي بتحدده الاحزاب السياسيه. وكل المصريين بس مش الاحزاب السياسيه اللي عملت النزول بتاع 30 يونيو. لا، ما هو دي مجموعه من الشباب الاطهار الانقياء اللي دعوا لده، والشعب او جزء من الشعب بيلتف حواليهم. انا متفق معاك. الاحزاب حبت تركب موجه الشباب. هي فكره عبقريه من الشباب المصري، فكره التمرد. وهي مش فكره جديده، هي فكره تم استوحاها من فكره التوكيلات سنه 19 بتاعت سعد زغلول اللي اتعملت للزعيم. لما المعتمد البريطاني قال له انت بتمثل مين؟ مفيش حد فوضك. فانا بدات فكره التوكيلات، يعني هي نفسها تقريبا فكره نفس الفكره تمرد. بس فكره التمرد لقت استجابه من قطاعات كبيره في الشعب المصري. لا، ما نقدرش نحكم بده دلوقتي، احنا هنحكم بيه يوم 30، هو ده اللي يبين لا، هل هناك استجابه حقيقيه ام لا. انا بتكلم على فكره التمرد واللي وقع الاستماره. يعني الاحصائيات انها تعدت ال 15 ما في بعض الاطراف بتتهم ان دي اعداد غير صحيحه. يبقى خلاص نبقى ننتظر يوم 30 ما هو زي ما قلت لحضرتك يبقى الانتظار يوم 30 هو الفيصل. اللي يبقى طيب الفيصل. قبل ما نبدا في يعني تفاصيل خطاب الرئيس، كان في ردود افعال عالميه لفت نظري بس توكل كرمان الناشطه الحقوقيه اليمنيه واللي حائزه على جائزه نوبل للسلام. قالت انه يعني لا جديد في خطاب الرئيس مرسي سوى ان قسم العالم ضمنيا الى قسمين اخوان وفلول. وقالت في تغريده ليها: ايها الساده، توافقوا لكي تثبتوا انكم جديرين بتمثيل ثوره 25 يناير ولتثبتوا انكم تحترمون تضحيات شبابها العظيم. توكل كرمان. ايه راي حضرتك في؟ لا، هو ده راي كل المصريين. يعني هو لو انت ما قلتش دي، لا احنا قلنا بس حد من بره عشان ما يبقاش فيه. لو انت ما قلتش اللي الموقع عليها الناشطه اليمنيه، كانت دي بقى على طول اي مصري قال هذا الكلام. لان احنا كنت صورنا ان الرئيس يقول خطاب بيجمع المصريين، والكلام واضح ومحدد. حتى حزب الرئيس بيتكلموا، يعني حزب الرئيس نفسه معانا في مجلس الشورى عارف دايما يقول لك ان حكومه هشام قنديل حكومه ضعيفه ولم تحقق اي انجاز لها على وجه الارض، ولم تحقق اي من اهداف ثوره 25 يناير. وكثيرين برضو يتكلموا عن النائب العام جاء بقرار غير دستوري ولا يحق الرئيس اصداره ولابد ان يرحل. ولكن للاسف الشديد حتى الحد الادنى من المطالب اللي كانت مرفوعه في شهور مضت والاحداث تجاوزتها، زي اقاله حكومه هشام قنديل، زي اقاله النائب العام، زي سحب المشروعات التي تهدد السلطه القضائيه وتهدد بحاله 3500 قاضي من شيوخ القضاه الى المعاش، زي المواد المختلف عليها في الدستور، تشكيل لجنه لاعاده صياغتها. الرئيس كل هذا الكلام سابه وما كلمش الا بس على المواد المختلف عليها في الدستور، وقال انه ممكن يشكل لجنه، وان الرئيس بيتعهد ان هو سوف يعرض هذه المواد المتفق عليها الى البرلمان الجديد، مجلس النواب الجديد، بحكم باسمه كرئيس للجمهوريه. لان الدستور 12 زي دستور 71 جعل من حق ان رئيس الجمهوريه من حقه ان هو يتقدم للبرلمان بتعديل ماده او اكثر من ذلك. طيب هنبدا بتحليل الخطاب بالمشهد البانورامي او العام للخطاب. لاحظنا عدم وجود الازهر والكنيسه، ولا ملحوظتنا مش مظبوطه؟ لا صحيحه طبعا. كيف تقرا هذه الملحوظه؟ انهم لم يحضروا، يعني لم يدعوا ولا لم يستجيبوا؟ لا، انا اعتقد ان هم لم يستجيبوا، لان الدعوه وجهت للكل. انا وجهت للاحزاب السياسيه. طب انت كحزب سياسي تم توجيه دعوه حضرتك؟ طبعا، واعتذرت زي الاخرين. لان احنا في مرحله يعني لا يمكن ابدا تجي لي دعوه تقول لي بالاحتفال بمرور عام على تولي الرئيس تعالى استمع الخطاب للرئيس عما تحقق من عام. عما تحقق من عام دي كانت صيغه الدعوه اللي جت لكم؟ نعم. عما تحقق من عام ما احنا عارفينه على الارض.
عارفين انه عم الاخفاقات، ليس هناك انجازات، والرئيس في خطابه اعترف ان هو لا يمكن يحل المشاكل كلها في سنه. طب انت جمعني ليه؟ لا ازاي؟ طب ما هو الرئيس كان وعد ان يعني في خلال 100 يوم هيحل 5 مشكلات عويصه، وبالفعل يعني لم يتم اي احنا حاجه. تجاوزنا الكلام يعني ده، ما عجبناش ال 100 يوم فيعني قلنا بقى سنه، سنه. وحتى سنه من 4 سنين، يعني ربع مدته ما مرت ولم نتحقق شيء. بس الرئيس المرة اتكلم عن انجازات، يعني في انجازات اتكلم عنها من وجهة نظره ومن وجهة نظر الاحزاب المؤيدة ليه والتيارات المؤيدة ليه، في وجهة نظر والناس ردود افعالها النهارده ان الخطاب كان متزن وشفاف. ده طبقا مثلا لرأي الاستاذ المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، الخطاب شفاف ومتزن، يعني ده كان رأيه يعني. ما هذا رأيه وحقه، يعني حزب الوسط من احزاب الموالاه، يعني اللي تعين له في مجلس الشورى اكثر من 10 من عشر المعينين من حزب الوسط. 9 يعني اللي هم اكثر، ده 16 نائب معينين كلهم. ده يبقى مش يعني حوالي 20%، حوالي 20%. فكسب هو بنصيب الاسد في المعينين، واصبح هو الكتله حاليا الثالثه في المجلس الشورى بالاعضاء المعينين، ودي اول مره في تاريخ مجلس الشورى المعينين يبقى لهم بحزب له هذا العدد الكبير 16 نائب في مجلس الشورى. وبالتالي لما يقول المهندس ابو العلا ماضي ان الخطاب كان شفاف ويبقى هو يعني متسق مع نفسه. تمام. طيب لان في الاحزاب المصريه فيها نوعين، احزاب موالاه واحزاب معارضه. طيب احزاب موالاه ليس هجوما، لان هو لا طبعا ده تقسيم طبيعي، تقسيم سياسي طبيعي. طيب عشان يبقى الحديث متزن هنبدا باتصالاتنا التليفونيه مع احد القيادات بحزب الحريه والعداله، النائب المحترم دكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى. دكتور جمال السلام عليكم. دكتور جمال السلام عليكم. عليكم السلام، يا مرحبا. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام والله. اهلا بيك في برنامج كلام على المكشوف. النهارده بنحلل خطاب السيد الرئيس من وجهة نظر حضرتك، ايه هي اهم النقاط اللي شملها الخطاب وكانت مرضية للشعب المصري من وجهة نظر حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا اعرف ان الاستاذ ناجي الشهابي معانا الاستاذ ناجي الشهابي زميل حضرتك في المجلس. اهلا يا دكتور جمال، اهلا بيك. انا اعتبر ان اول ايجابيه في خطاب الرئيس هو اعترافه بان هناك فشل ما في الاداء. فشل احيانا ونجح احيانا، وانا اظن ان هذا جزء من الشفافيه ومن الاعتراف الذي يجب ان يبني عليه النظام الحاكم والمعارضه سياسات جديده الفتره القادمه. يعني لما انا اقول هذا الكلام، المعارضه المحترمه يجب ان تتبنى وضع جديد، تمد ايديها، تتعاون. فانا اظن ان ده جزء من الشفافيه الحقيقه لم نسمعه من قبل. لم يعترف احد ابدا ان الاداء ساعات كده وساعات كده، واحنا فتره انتقاليه. طب يا دكتور يعني في النقطه دي بالتحديد بعد اذن حضرتك، الرئيس وهو مشكورا وهو يعني اسلوب لم نعتاده قبل كده من زعمائنا، اعترف بالفشل والنجاح، لكن يعني خطابه كله كان مليء بالنجاحات ونسي يعترف بالاخطاء اللي كانت موجوده. هل حضرتك شايف ان دي يعني نقطه يعني تؤخذ عليه ولا لا؟ لا صح، تبقى وجهات نظر. يعني لما واحد يعتبر ان قرار الرئيس بعدم اعلان الحرب علشان تحرير السبعة ده يعتبره خطأ عشان هيبة الدولة. يعني هؤلاء اللي كانوا يطالبون بهيبة الدولة عشان تفرج عن ال7 جنود، مش مهم يموتوا. لا احنا حضرتك ما حددناش اي خطأ، احنا بنقول ان هو اتكلم عن الفشل لكن ما وضحش ايه هي النقاط اللي حصل فيها فشل. انا بثبت لك ازاي نسبي. اتفضل يا فندم. يعني في واحد يشوف قضية بالطريقة ديت بشكل سلبي، واخرين يجدوا ان هذا يحقق شيء ايجابي. تمام. وبالتالي عشان تقول بقى 1 2 3 انا اخطأت فيها، ده امر فيه لا يتم في لقاء عام ولا في خطاب يذاع على الشعب. انما نجلس معا، وهي الدعوه المستمره دائما للمعارضه للجلوس للحوار، ولم ناخذ في تاريخ المعارضه منذ عام الا الرفض الدائم. الامر الثاني في خطاب الرئيس، وانت بتسالني على الايجابيات بتاعه الخطاب بتاع الرئيس. ايوه. الامر الثاني ان الحكم القوي الواثق من نفسه الذي ترك فرصه لمده عام كي تتطهر المؤسسات وتتغير وتتعدل الاداء والسلوك فيها، وبالتالي الرئيس قال ان هناك اعاده هيكله وتغيير جذري في مؤسسات الدولة الفترة القادمة. هذا أمر كل الناس كانت بتطالب به الحقيقة. الأمر الثالث الذي وجد الناس فيه متنفسا، بعض الإجراءات الحاسمة
من تعامل مع كل من تسبب في إشكاليات حياتية للناس أن يقال فورا ويترك أسبوع علشان الوزراء والمحافظين ياخذوا إجراءات. كل من يعوق وصول الحق لأصحابه أن يتم التعامل معهم بشكل قوي. هذا يسعد الناس عندما يتم إغلاق المحطات أو تحويلها أو إدارتها بشكل مخالف عشان نخفف أزمة مفتعلة في هذا الوقت بالتحديد. أنا أظن أن هذا أمر أيضا للرئيس. تمام. الأمر الآخر دكتور في خطاب الرئيس، استسمع حضرتك، كيف ترى غياب الأزهر والكنيسة عن الخطاب بالأمس؟ الإيه؟ كيف ترى غياب الأزهر والكنيسة؟ لا، غير الأزهر والكنيسة ده غيابهم أنا لا أعلم أسبابه ولا ظروفه. إنما الكلام على الأزهر كان كلام طبيعي جدا، والكلام على الكنيسة كان يشوب في بعض العتاب. في تصريحات طلعت من البابا توادرس يتكلم عن نقد لأداء الرئيس، وهذا مخالف للعقيدة الروحية لدى المسيحيين التي تجعل من الحاكم في قلوبهم جزءا أصيلا يدعون له في صلاتهم. الكلام ده كان بيتم حتى مع الحكام اللي أساءوا لإخواننا المسيحيين في بعض قراراتهم. وبالتالي عندما نجد هذا الموقف فالرئيس بيعتب عتاب رقيق، لأنه عايز الحياة والعلاقة الأصيلة بين المسيحيين والمسلمين المصريين يعني تكون في أقوى حالاتها، لأن هذا مما يؤخذ كسلاح في الخارج لمحاربة مصر بشكل دائم. أيضا عندما صرح الرئيس وتكلم عما كنا نخمن فيه، يعني لماذا يتفرد الرئيس في اختيارات ولا يأتي من هذه القوى السياسية الليبرالية اليسارية العلمانية بوزراء، فنسمع في أسبوع واحد من الرئيس أنه قد عرض على فلان الفلاني وفلان الفلاني ولم يرغب في الاستمرار، ثم نسمع من الدكتور أيمن نور أن تعرضت عليه رئاسة الوزراء فيقعد يومين يتصل بناس عشان يبقوا وزراء يرفضوا. ليه؟ لأن الصورة التي يريد أن يصدرها هؤلاء للعالم ليست هي الصورة التي فيها رئيس ذو مرجعية إسلامية ورئيس وزراء ذو مرجعية ليبرالية، كأن مصر متعايشة، مصر متحركة، مصر في طريقها الصحيح. محدش كان عايز يصدر الصورة ديت فرفضوا، فالدكتور أيمن نور اعتذر. ثم صرح الدكتور أيمن نور أيضا في حواره مع راديو مصر أنها عرضت على الأستاذ حمدين صباحي، ولما سأل زميله الأستاذ سعد عبود لماذا لم يقبل حمدين صباحي قال لأنه أكبر من أي منصب في مصر. عندما يلجأ الرئيس إلى اختياراته اللي هو هيتحمل مسؤوليتها في الآخر، لا يبقى الموقف فيه حرج عندما آتي بمن يريد أن يفسد علي عملي أو يفسد علي برنامجي أو لا يستطيع يعني في فترة من فترات الضغوط أنه يستمر ثم يتخلى عن الرئيس ويتخلى عن الدولة في مشهد درامي سياسي عبثي لا قيمة له إلا الشو الإعلام. الرئيس يتحمل مسؤولياته. الذين يتكلمون عن أغلبية شعبية عليهم أن يخوضوا الانتخابات، فإذا خاضوا الانتخابات بهذه الأغلبية ضمنوا، وإحنا نبارك لهم من الآن مجلس النواب، ونبارك لهم تشكيل الحكومة، ونبارك لهم قدرتهم على تعديل الدستور حتى يتحول النظام إلى نظام برلماني كامل، وهم أحرار بقى يعني يغيروا ما يغيرون ويحاصروا الرئيس. في إيديهم كل ده، إنما في إطار ديمقراطي في مسار لا يمكن لأحد أن يختلف عليه. دكتور جمال يعني كل الشكر لحضرتك، لكن قبل ما في ملاحظات للأستاذ ناجي الشهابي هيكلم حضرتك، لكن قبل ملاحظات الأستاذ ناجي أنا بس عايز حضرتك تفسر بإيه رد جبهة الإنقاذ إن هي اعتبرت إن خطاب الرئيس خطاب تهديدي. خطاب إيه؟ خطاب تهديدي. تهديدي لا إذا كانوا يمارسون العنف فهو خطاب تهديد. إذا كانوا يمارسون عملا سياسيا فالخطاب وضعهم في مكانة المصالحة وفي مكان التوافق وفي مكان مد اليد واستمرار الحوار. إذا اعتبر الرئيس لم يهدد إلا البلطجة، لم يهدد إلا الذي توعد الشعب المصري بإراقة الدماء، الخارجون عن القانون هو دول اللي تهددوا. فإذا كانوا يعتبروا أنفسهم من هؤلاء فعلا يبقى الرئيس هددهم. طيب إنما إذا كانت أنا خلصت كلامي مع حضرتك. الأستاذ ناجي ليه بعض الملاحظات. اتفضل يا فندم. أنا خلصت كلامي. اتفضل. أهلا دكتور جمال. اهلا استاذ ناجي، اتفضل. ربنا يبارك فيك. هو بس المساله اللي سيادتك قلتها في حديثك خاص بسحب محطات البنزين ومنحها او الدوله تديرها
ده فيه برضه يعني مخالفه قانونيه، ومساله الاطاحه دلوقتي في قضيه امن قومي يا استاذ ناجي. اي بس ده لازم نلتزم بالقانون والدستور. يعني هل من حق احد صاحب المحطه واحد يملكها تقفلها؟ نعم لو ما قدرناش يستفيد بيها وجي حد نضيف يديرها من اهله. يعني انت لو قلت انه لو انت قلت المخالف ناخد الحصه بتاعته ونديها لاقرب محطه ماشي، انما ان واحد له محطه ودي ملكيه خاصه والدستور حصنها. طبعا دي ملكيه خاصه والدستور حصن هذه الملكيه الخاصه. اصحابها عندما يجدون انفسهم متضررين يعيدوا تشغيلها مره ثانيه. لا انا بقول ممكن، لا بقول كان الافضل الحصه بتاعته نديها لاقرب محطه. تمام. مساله ان برضو القيادات اللي هي بتعوق العمل، اعطاء الضوء الاخضر للمحافظين والوزراء بالاطاحه بيهم، ده هيقول لك انك انت عايز تاخون الوزارات والمحافظات بهذا يعني الشكل. حضرتك ده يعني شيء من الابتزاز. انا عندما يقال بشكل قانوني، لانه ايوه احنا عايزين كل حاجه نلتزم فيها بالقانون. في صمت عليه حضرتك في كل جهه، هناك صمت على المخالفين، ما حدش بياخد اجراء مع حد. لا ناخد اجراء قانوني طبعا، وليس قرار من المحافظ او الوزير. لا اقاله. يعني هو عايز يقوي ايدي وظهور الوزراء والمحافظين في اتخاذ الذي تدعمه القياده السياسيه. هي من خلال تحقيق وطبقا للقانون يتم الاطاحه بالمخالفين. بنعيب على رئيس الوزراء ساعات انه بيبقى ضعيف في اتخاذ القرار. طبعا. مش الناس كلها بتقول عايز يغير طبعا. فرئيس الجمهوريه عندما يدعمه ويدعم وزرائه ومحافظيه في اتخاذ قرارات حاسمه، وخاصه فيما يعيق وصول الخدمات للناس. يعني الامر حتى بمنتهى التحديد كان الكلام واضح جدا. انت عارف ان الهيكل الاداري مرتبط بنظام. يعني هو لو يعني احنا عايزين نقول ايه من خلال تحقيق. الايه؟ من خلال تحقيق يتم اجراؤه. لجان التحقيق. من خلال يعني مثلا حد عمل مخالفه يتحقق معاه ويتحاسب وفق اللوائح والنظم. اللي هي الخطوات القانونيه المعهوده. الخطوات القانونيه. والا هيروح القضاء يرجعه تاني. احنا ما عملناش حاجه. انا صوت يعني شويه مش قادر احدد. طب عموما بنشكر في نقاط ثانيه يا استاذ ناجي؟ لا شكرا. طب عموما بنشكر حضرتك دكتور جمال على سعه صدرك. شكرا ليك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك. طيب هناخد مع حضراتكم جزء من الخطاب ونرجع نعلق على الجزء اللي هنشوفه مع بعضين. مليون دولار. الطيارة دي نفسها تم شرائها من عدة سنوات، من أكثر من 7 سنين 8 سنين، ب148 مليون دولار. يعني المصريين الغلابة دول، المصريين الغلابة احنا، ما أنا من الغلابة، المصريين الغلابة دول دفعوا في كل طيارة، دول عدد كبير من الطيارات لا يقل عن 10، دفعوا فيهم في كل طيارة زيادة 50 مليون دولار من 7 8 سنين في كل طيارة. المبلغ على بعضه أكثر من 700 مليون دولار زيادة في القضية اللي بتتحقق دلوقتي. هو قاعد بره ليه؟ يجي علشان يروح المحكمة. الجزء اللي شفناه مع حضراتكم كان بيكيل بعض الاتهامات لفترة وزارة دكتور أحمد شفيق لوزارة الطيران، وزي ما سمعتوا كلام السيد الرئيس، لكن ده ما كانش الجزء الوحيد اللي كان فيه اتهامات. كان فيه اتهامات للفريق أحمد شفيق أثناء وزارته، أثناء رئاسته، يعني وجوده على كرسي وزير الطيران، وكان في اتهام لأحد السادة المستشارين المحترمين المستشار علي النمر، وكان في اتهام لفودة وعاشور ان هم دول من الناس اللي بيمولوا البلطجيه في بعض المحافظات. اعتقد فندم سياده الرئيس قال في المنصوره وفي الشرقيه. واتهام اخير كان ب 20 جنيه بتاع الكهرباء، الراجل بتاع سكينه الكهرباء المعادي ما قالش اسمه. طب هذه الاتهامات حضرتك شايفها انها ممكن تعمل ايه في يعني في الوضعيه الحاليه؟ الوضع اساسا متازم مع وجود بعض هذه الاتهامات وتردد انباء النهارده ان مثلا السيد القاضي، طبعا نادي القضاء عمل جلسه طارئه النهارده، وفي القاضي علي النمر اعتقد ان برضو سمعنا انه هيرفع قضيه على الرئيس مرسي. الاتهامات في حد ذاتها داخل خطاب لرئيس الجمهوريه حضرتك بتقيمها ازاي؟ لا هو ما كانش يجب طبعا.
رئيس الجمهوريه ده اعلى مقام سياسي في البلاد، ما ينزلش بهذا المستوى. انا بحمل. طب ما يمكن ده كان نتيجه ان هو فعلا شايف فساد واخطاء فبيحاول يوضحها للناس. مش هو اللي يحدد ولا يوضح، التحقيق اللي بيحدد، النيابه اللي تحدد، القضاء اللي يحدد. في اتهامات بتروح تجريها النيابه، والنيابه تحولها للقضاء، والرئيس لا يبدي رايه الا بعد ما يكون في حكم قضائي يبات نهائي، والا يبقى تاثير على التحقيق، وايضا ممكن يكون سب وقذف على اخرين. لذلك انا بعيب على اللي كتب الخطاب للرئيس انه حط فيه المسائل ديت. ثم ان الفريق احمد شفيق كان منافس للرئيس، واخذ تقريبا زي اللي اخذ الرئيس من اصوات الا قليلا، وهو رفع قضيه قدام لجنه الانتخابات الرئاسيه. بالمناسبه لجنه الانتخابات الرئاسيه النهارده تنحت. ايه معنى التنحي ده يا فندم؟ استشعار الحجر. طب ومين اللي هيفصل؟ ما هي دي اللجنه الوحيده اللي موجوده، يعني هي اللي منوط بيها الفصل في دوت. الكلام ده لو في المحكمه فالمحكمه تتنحى فنبعتها لدائره ثانيه، لكن النهارده لما لجنه الانتخابات الرئاسيه تتنحى او تشعر بالحرج، مين اللي هيفصل في القضيه؟ هو القرار بتاعها قرار يعني لم يجيب على التساؤلات، بل هو عمق الازمه اللي بنعيشها. يعني هي لو كانت يعني الكلام اللي اتقدم مفهوم، يعني هي مش راضيه عنه، ما كانت تأدي قرارها على طول فورا. طب بس ايه قراءه التنحي؟ ايه قراءه التنحي ده؟ يعني انا كمواطن اقرا التنحي ده ازاي؟ افهمه ازاي؟ وانا شخصيا فاهمه ان هي مستشار الحرج لاسباب هي لم تفصح عنها، لذلك تنحت عن نظر القضيه. واعتقد ان ممكن يبقى في رئاسه جديده للجنه بعد ايام. بعد ايام في رئيس للمحكمه الدستوريه العليا يعني جديد. هل معنى ده ان السيد رئيس اللجنه بيتنحى وبيسيب ده لانه قرب يطلع معاش؟ يعني في لجنه جديده طلع معاش 30/6. واحد سبع فيه مستشار اخر متولي رئاسه المحكمه الدستوريه، وبالتالي رئيس اللجنه الرئاسيه. طب هل ده معناه ان التحقيقات لم تنتهي ولم تكتمل فبالتالي هو يعني اعتقد ان في لسه جوله اخرى يتولاها رئيس المحكمه الدستوريه الجديده، وهذا رايي الشخصي. ولكن انا كنت اتمنى ان الرئيس يعني ما يتكلمش مباشره عن المنافس كان له. في اتهامات موجهه للفريق احمد شفيق، فالقضاء ياخد مجراه، وفي النهايه احنا دوله القانون، احنا دوله قانون، وعندنا مبدا الفصل بين السلطات، وعندنا سلطه تنفيذيه لا تؤثر في مجريات اعمال السلطه القضائيه. هو البعض قال ان الرئيس امبارح بيحاول يؤثر على السلطه القضائيه. مساله فوده وعكاشه وعاشور وبتاع المعادي، ده لا يعني لا يليق بالرئيس انه يتحدث عن هذا. ده كلام حتى يقوله مدير امن او وزير داخليه على اقصى تقدير. وبعدين طب يمكن ده فين نوع من التباسط مع يعني مع المواطنين اللي بيسمعوا الرئيس، انه يعني بيحكي معاهم بنوع من التباسط والسهوله. يعني مصر لها ارث فرعوني، والرئيس له مكانه عاليه جدا ما ينزلش عنها. يعني يتبسط مع ناس، ممكن يضحك معاهم في الخطاب، يسمع لحد في القاعه ويبادلوا الكلام، انما يتكلم يوجه اتهامات، وهذه الاتهامات لم يؤكدها القضاء. اعتقد طب افرض ان القضاء برأهم، برأ كل هؤلاء بموقف الرئاسه طيب ايه راي حضرتك في اتهامه لبعض الاعلاميين وبالاسم، وذكر السيد محمد الامين والسيد احمد بهجت؟ يعني انا الرئيس كان ضيف على قنوات CBC وعلى قنوات دريم اثناء الحمله الانتخابيه الرئاسيه، بل كان كل قيادات الاخوان المسلمين كانوا ضيوف على قنوات دريم والمحور قبل، وكانت لسه CBC لم تظهر قبل ثوره 25 يناير اثناء زمن الرئيس السابق مبارك. يعني هل التيار المضاد او المعارض للسيد الرئيس يعتبر ان ده نوع من يعني ايه تخليص حساب؟ يعني لا، ده هم الناس، هذه القنوات احتضنت الرئيس وجماعته. لا تخليص حساب بمعنى ان هذه القنوات يعني فيها بعض البرامج اللي بتهاجم السيد الرئيس دلوقتي، فبالتالي أنا مش عايز اوصل لدي، انا عاوز اوصل ايه؟ ان الاعلام المصري احنا مش ما بنقولش وجهه نظرنا، احنا بنقول قراءه الناس للخطاب. يعني احتمال، بس انا عايز اقول لك ان الاعلام المصري ادى دور خالد. وبعدين سمعنا كمان ان السيد محمد الامين منع من السفر لان في قضيه ضرائب النهارده عليه. ما تمنعش من السفر، ما عنده ممتلكاته وعنده اعماله هنا، يروح ويجي، ده راجل اعمال. لما انا عايز اقول لك حاجه، الهجوم على الاعلام غير مبرر، لان هذا الاعلام نفسه هو اللي فتح قنواته للرئيس واخوانه من قيادات جماعه الاخوان المسلمين. هذا الاعلام نفسه اللي كان طلقه ضد نظام الرئيس السابق مبارك. والاعلام المصري والقضاء المصري كانوا هم اكبر مغذيان لثوره 25 يناير. وما ننساش ثوره والاشكال الاحتجاجيه اللي كان بيقوم بيها رجال القضاء.
فعشان حالا الاعلام واخد موقف مختلف اهاجمه، اعتقد ده ليس من سمات الدوله الديمقراطيه. وبالتالي مساله ان هو تخليص الحسابات ده وجهه نظر منتشره بين الاعلاميين من ناحيه ووسط النخبه السياسيه وبين الشعب من ناحيه اخرى. وده طبعا برضه كان عيب فيه على من كتب الخطاب للرئيس، لان الاعلام هو احد مقومات الدوله الديمقراطيه الحديثه، وهو اللي بيشكل وجدان الناس وبيشكل الراي العام. والاعلام ده هو اللي خلى النخبه المصريه كلها تنحد للرئيس في انتخابات الرئاسه وخاصه في فتره الاعاده، وكل القنوات اللي الرئيس هاجمها كانت مع الرئيس في انتخابات الاعاده وليس مع الفريق احمد شفيق. المستشار عبد الله فتحي وكيل اول نادي القضاة طبعا في رد فعل على خطاب الرئيس بالامس. نادي القضاة وصف الخطاب بالكارثي من وجهة نظرهم، وده موجود في اكتر من جورنال النهارده، وقال نستعد لرد حاسم. والمستشار عبد الرازق بيقول حديثه عن قاضي التزوير سب وقذف، وشباب القضاة عبد المجيد محمود هو النائب الشرعي. دي كانت موج ردود افعال الساده القضاة على خطاب الرئيس. ما هو طبعا يعني حضرتك شايف ان دي ممكن تسبب نزاع جديد بعد ما كان في نزاع قائم على قانون السلطة القضائية، بقى في نزاع جديد قائم يعني بين السيد الرئيس للاسف الشديد يعني 3 ساعات كانوا يعني وقت طويل قوي. عشان كده يعني ايه اللي زعلوا كتير قوي على قد الوقت اللي هو الرئيس امضاه 3 ساعات الا تلت. يعني حضرتك كنت شايف ان الخطاب يكون مقتضب ومحدد كان يبقى اسهل خطاب الرئيس وافضل ما يزيدش عن تلت ساعه، يقول رسائله للشعب ويقول كلام محدد. انما 3 ساعات الا تلت ده حتى الناس تقوم تاني يوم تروح عملها ازاي يعني؟ الناس تروح عملها ازاي؟ ده تعطيل له دولاب العمل في اليوم التالي. 3 ساعات الا تلت الناس تقعد قدام خطاب للرئيس. انما طبعا مفيش شك ان هو الرئيس اعلن في موضع في الخطاب انه بيحترم القضاء المصري وبيقدسه، وفي مواضع اخرى اعلن عدم رضاه عن احكام القضاء المصري، وفي موضع اخر اهان احد رجال السلطه القضائيه عندما وصفه انه زور الانتخابات. وطبعا هذا الكلام ما ينفعش ان مرشح يقوله. انما يقول له هذا الكلام مين؟ لما يكون في قضيه وهذه القضيه انتهت فعلا بان هناك كان تزوير الانتخابات في هذه الدائره. انما انا كنت مرشح واتهم قاضي ما ان هو مزور واقوله على الهوا، انا حتى لو مرشح عادي لا يحق لي انا اقول هذا الكلام. طيب. عندي اوراق اقدمها للنيابه ثم المحكمه، والمحكمه هي اللي تحدد. عندي اوراق يعني هذا القاضي تثبت عليه جريمه التزوير او اوديها حتى للتفتيش القضائي، والتفتيش القضائي قاسي جدا مع مثل هذا النوع من القضاه. هو عموما يعني في اخبار برضو توترت النهارده عن ان السيد النائب العام بيبحث في ارتكاب 22 قاضي لقضايا تزوير انتخابات، وده الوضع القانوني الطبيعي المفروض يمشي من غير ما يتم الاعلان عنه، غير لما يصبح هؤلاء الناس متهمين نعلن. لكن طالما ان هم ما ثبتش عليهم اي مخالفه قانونيه فده لازم يكون في طي الكتمان ولا يعلن في خطابات رسميه. طب هننتقل للجزء الاقتصادي من خطاب الرئيس وهناخده بالتحليل مع الدكتور احمد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس الوحده الاقتصاديه بمركز الاهرام الاستراتيجي. دكتور احمد مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك من غير دكتور. دكتور، يعني في تصريحات حضرتك النهارده انه كان في 3 اخطاء اقتصاديه في خطاب الرئيس، هل تصريح حضرتك منسوب ليك بالفعل؟ هو الحقيقه في اكتر من ال3 يعني في اخطاء كثيره، لانه انا كنت اتمنى ان هو ينظر لموقع حكومته، الموقع الخاص بوزاره الماليه اللي فيه البيانات الاقتصاديه الخاصه بحكومته. يعني انا البيانات اللي عندي ليست من عندياتي وانما هي بيانات رسميه، بيانات الموجوده على موقع وزاره الماليه. تمام. يعني فيما يتعلق مثلا بموضوع الانفاق العام على الصحه، هو قال ان الانفاق العام غير مسبوق واعلى من اي الانفاق اقل من 1.6% من الناتج المحلي الاجمالي. واقل من 4.7% من اجمالي الانفاق العام، في حين انه كان في عصر الرئيس المخلوع كان بيطرح بين 1.5 و1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان بيدور حوالين 5% من الإنفاق العام. يعني ايه الخطأ في كده يا فندم؟ نعم؟ ايه النقطة الخطأ في كده؟ الخطأ ان هو بيقول ان هو هذا الانفاق انه رفع الانفاق على الصحة استجابة لمطالب الناس، وانه انفاق غير مسبوق. بالعكس هو ادنى كثيرا
من الانفاق على الصحة، الانفاق العام على الصحة في عصر مبارك. وببساطة لانه ده بيعني الانفاق العام على الصحة بيعني صحة الفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى. الدولة عندها أولوية لصحتهم، بترفع الانفاق العام على الصحة لان ده اللي بيوجه ليهم. واحنا مقارنة بالعالم بقى، الانفاق العام على الصحة في العالم 5.8% من الناتج العالمي، احنا 1.6. الانفاق كجزء من الانفاق العام، الانفاق على الصحة كجزء من الانفاق العام، منظمة الصحة العالمية بتطلب 15% من الانفاق العام، هو عامل 4.7%. فده في الحقيقة لا علاقة له لا بفكرة انه اعلى ولا انه حصل تحسن ولا انه غير مسبوق، ده اسوأ مما كان موجود في عصر مبارك بالبيانات الرسمية من موقع حكومته. طبعا الرئيس ذكر امبارح انه معاش الضمان الاجتماعي ارتفع من 200 الى 400 جنيه، هل دي كانت من ضمن المعلومات اقتصاديا صحيحة ولا لا؟ هذه في الحقيقة من ضمن المعلومات الاقتصادية لا علاقة لها بالصحة من قريب او من بعيد، لسبب في موقع وزارة المالية هتجيب ملف الموازنة العامة للدولة 2013-2014 اللي هيبدأ العمل بها في بداية الشهر الجاي ان شاء الله. هذا الموقع بيقول انه الانفاق العام على مخصصات الضمان الاجتماعي 3234 مليون جنيه. وعدد الاسر اللي بتتلقى معاش ضمان اجتماعي من ايام مبارك كانت حوالي 1.5 مليون وارتفعت ل 1.6 مليون اسره. لو قسمت المبلغ ده على 1.6 مليون اسره يطلع نصيب الاسره 2021 جنيه في السنه، يعني 178 جنيه في الشهر للاسره. فكيف يستقيم مع ما يقول؟ طب ما يمكن في شرائح يا فندم جوه الضمان الاجتماعي بحيث ان فعلا تكون في شرائح استفادت وارتفعت فعلا من 200 ل 400، ده المتوسط العام اللي حضرتك بتقسمه. المتوسط وهو الحديث دائما وهو بيتكلم عن ان رفعنا الحد لكذا لل 400، يعني ده معناه الحد الادنى. هنا المتوسط 168 معناها في اقل وفي اعلى. لكن المتوسط 168 للاسره وليس للفرد. هو بيتكلم، وانا ارجو ان لما حد يكتب له حق يكتب له، لانه مش اقتصادي، لكن لما حد يكتب له معلومات يكتبها له صح. حتى ال 400 دي قالها على انها للفرد، ده الاسره 168، فكيف يكون الفرد 400؟ قليل من يعني ده احنا لو قسمنا مثلا على 4 افراد او 5 افراد هيبقى كل فرد حاجه و30 جنيه مثلا. بالضبط. طيب بعد كده كان في بيانات خاصه بمساله الديون، انه يعني الموضوع في ديون من سبقوه، وحتى هو قارن بالرئيس عبد الناصر. هذه المقارنه في الحقيقه يعني انا هقول المعلومات الخاصة بذلك الوقت، ويمكن اي حد يدخل على موقع صندوق النقد الدولي ويشوف يعني البيانات الخاصة بهم عن النمو في هذه الفترة وعن الديون وغيره من الامور. حقيقة انه يعني خرجت مصر بعد حرب اكتوبر وكل الديون الخارجية 2.7 مليار دولار، بعد ما عملت كل مشروعات الصناعيه اللي هي تضاعف حجم قطاع الصناعه. ده بغض النظر يا فندم عن سعر الدولار. الجنيه كان بيساوي 2.55 دولار، يعني اكثر من 2.5 دولار لحد 74. اما في الستينات فكان الجنيه بيساوي 2.87 دولار. لكن حتى هذه الديون اللي هي 2.7 دولار يساوي 1.1 مليار جنيه. اتعمل بهم ايه؟ تضاعف حجم قطاع الصناعة التحويلية 5 مرات بين 52 و66 بالحجم وليس بالقيمة، لان القيمة يدخل فيها ارتفاعات الاسعار وغيره التضخم يعني. انما بالحجم ارتفع 5 مرات. اصبح عندنا صناعات لم تكن موجودة على الاطلاق، زي صناعة المراجل البخارية. كان عندنا مصنع من 3 مصانع في الدول النامية، وصناعة ادوية وكيماويات وصناعات هندسية ويعني وصناعات بناء وحراريات الى اخر هذه القائمة. ثم المشروع الاعظم اللي هو سد مصر العالي، اللي هو في الحقيقة تكاليف. طب دكتور احمد، يعني هو الكلام مع حضرتك لن ينتهي، لكن عشان وقت البرنامج احنا هنحتاج حضرتك تكون موجود معنا يعني في فترة قريبة جدا علشان نعمل يعني تقييم كامل للاقتصاد المصري بعد مرور عام من حكم الرئيس مرسي. هل تسمح لنا بده حضرتك؟ عشان هو قارن الدكتور بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، هو ديونه في سنة واحدة من مشروع الموازنة بتاعه نفسه ارتفع من ديون أجهزة الموازنة من 1310 مليار جنيه إلى 1553 مليار جنيه، صفحة 5 في مشروع الموازنة. يعني 243 مليار جنيه في سنة، وزود الديون الخارجية 11 مليار دولار في أقل من سنة.
اعتقد انه لا يمكن مقارنه الخصاه يعني طيب تسمح لنا بس حضرتك تكون معانا الاسبوع الجاي ان شاء الله يا دكتور؟ ربنا يسهل يعني ماشي، شاكرين فضل حضرتك. شكرا جدا لحضرتك. شكرا ليك دكتور احمد النجار. طيب يعني وقتنا يكاد يكون انتهى استاذ ناجي. قبل ما نختم لقاءنا النهارده، ايه الكلمه اللي توجهها للرئيس مرسي النهارده علشان يعني حتى لو في محاوله اخيره لم الشمل قدام حضرتك، يعني ثواني عشان تقول لنا الجمله دي. يعني هو كنت انا اتمنى ان الرئيس يقول هذه الجمله بالامس، ان هو كان يقول لك انا سوف احتكم للشعب وسوف اجري استفتاء على انتخابات رئاسيه جديده. الرئيس لم يفعلها، واعتقد ان هو نفسه اعلن. بس ده يعني الفن ده راي، يعني ده وجهه نظر حضراتكم كمعارضه او كاحزاب سياسيه بتنافس حزب الرئيس؟ اصل ده مش انا مش هنخترع العجله. في كل العالم الديمقراطي لما تشتد الازمه بين الحزب الحاكم او الرئيس والاحزاب المعارضه بيتم اللجوء للشعب للصندوق. في النهايه ده اللجوء للصندوق، ما اما الشعب يجدد الثقه للرئيس او طب ما هو النهارده بيقول الجاوا للصندوق عبر البرلمان، عبر الانتخابات البرلمانيه. ما هو المشكله مش في الانتخابات البرلمانيه، مش عارفين امتى. المشكله ان الرئيس اتخذ من القرارات ما جعل المصريين ينقسمون. يعني الخلاف على الرئيس، ليه الرئيس بيستثني نفسه من الخلاف عليه؟ في خلاف على الرئيس حاليا، وهذا الخلاف عمق الازمه. سعدنا بوجود حضرتك معنا النهارده الاستاذ ناجي الشهابي، عضو مجلس الشورى ورئيس حزب الجيل. شكرا لحضرتك ونتمنى الخير لمصر ان شاء الله. يا رب، ربنا يستر على مصر يا رب ان شاء الله. المظاهرات اللي جايه سلميه، مفيش فيها عنف يا رب ان شاء الله، احنا كلنا بنعشم في ذلك. نهايه اعزائي المشاهدين، تحيه تقدير من يوم من زملاء فريق العمل من برنامج كلام مع المكشوف. الاسبوع القادم حلقه قادمه جديده قبل ساعه من الان. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله.